قذفت باللاجئين الإريتريين وجعلتهم الآن عرضة للترحيل القسري، حيث يخشى اللاجئون العودة إلى إقليم تيغراي خوفا من أن تعيدهم إلى بلادهم التي فروا منها في تسعينيات القرن الماضي. أعادت الصين فرض الإغلاق على مدينة دوغينغ حدودية مع روسيا، وبدأت حملة فحوص واسعة النطاق في مدن مختلفة بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في المدينتين الواقعتين شمالي البلاد. وأوقفت سلطات دونغينغ جميع وسائل النقل، وألزمت كل شخص يرغب بمغادرة المدينة تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لا تتجاوز مدته 24 ساعة. كما تم إغلاق المدارس والمطاعم. كشفت دراسة أن طفلا في الرابعة من عمره كان مصابا بفيروس كورونا في إيطاليا في شهر نوفمبر من العام الماضي، أي قبل أسابيع من اكتشاف الفيروس في الصين وقبل أشهر من ظهور الوباء في أوروبا. فرضية تنسف كل الاعتقادات السائدة لدى العلماء بخصوص منشأ الفيروس وانتشاره في كل العالم. لشهور أدخل كورونا العالم في دوامة جدل بشأن أصل ومنشأ الفيروس وكيفية انتشاره. المعلومات الأولية أشارت بأصابع الاتهام إلى ووهان الصينية، لكن مع اقتراب العالم من طي سنة كاملة لاجتياح الفيروس أرجاءه، تكشف دراسة إيطالية عن احتمال انتشار كورونا في إيطاليا في وقت أبكر كثيرا مما كان يعتقد سابقا. البحث أجرته جامعة ميلانو الحكومية وأظهر أن الفيروس ربما أصاب طفلا بالغا من العمر 4 سنوات في نوفمبر من العام الماضي، أي قبل نحو 3 أشهر من الإبلاغ عن الحالات الأولى لكورونا في إيطاليا. في الواقع عندما تجد جينات الحمض النووي للفيروس، عندها يمكنك أن تستنتج أن هذه الأعراض هي أيضا أعراض كوفيد-19. لذلك فإن الاستنتاج هو أن حالة هذا الطفل تفترض وجود فترة حضانة من 3 إلى 4 أيام في وقت ما في منتصف نوفمبر تقريبا، حينما أصيب من قبل شخص ما. ووفقا للدراسة تم نقل الطفل إلى وحدة الرعاية المركزة في 30 من نوفمبر عقب معاناته من أعراض تنفسية، وفي الأول من ديسمبر ظهرت بقع متشابهة تماما لتلك الخاصة بالحصبة على الجلد، ليتم التأكد بعدها بأيام من أنه مصاب بكورونا. وكانت دراسة مفصلة أخرى أشارت الشهر الماضي إلى أن فيروس كورونا ربما كان ينتشر في إيطاليا في وقت مبكر من سبتمبر من العام الماضي، فيما وجد بحث آخر أن الوباء كان موجودا في مياه الصرف الصحي حول مدينتي تورينو وميلانو الإيطاليتين في ديسمبر من العام الماضي. فهل تبرئ هذه النتائج مدينة ووهان الصينية من تهمة المسؤولية عن انتشار الوباء، أم أنه بدأ بالانتشار قبل الموعد المعروف؟ إذا نظرت إلى ذروة الوباء في الصين فسترى أنه تم التحكم فيه جيدا بطريقة ما، لأنه مع كل عمليات الإغلاق الرئيسية التي ربما لا تتم بسهولة خارج الصين، لأننا نعرف الطريقة التي تتصرف بها. أنا موضوعي، لذا فأنا لست مهتما بالثناء على الصين أو الإشادة بإيطاليا أو قولي ما هي عليه، لكن رأيي أن الصين قامت بعمل رائع في احتواء هذا الوباء. الدراسة الإيطالية ليست وحدها التي تنقض نظرية منشأ الفيروس في بؤرة ووهان، فالبريطانيون أيضا أماطوا اللثام في بحث أشرفت عليه جامعة أكسفورد عن كون كورونا كان خفيا لسنوات ومنتشرا في جميع أنحاء العالم، بيد أنه اختار بيئة مناسبة للظهور. نتائج تقلب موازين القوى وتخلق الجدل في أوساط علمية وسياسية، لتترك الباب مواربا أمام تقصي حقائق جديدة بشأن أصل كورونا. بعد الفاصل إعادة لحوار